هقول لك ازاي تقدم لجوء في كندا. بس قبل ما نبدأ خلينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتسيب رأيك في كومنت. ويلا بينا اقول لك ازاي تقدم لجوء في كندا. الاول انا النهارده في كندا، وديت الحدود الكندية الامريكية في ظهري. بس علشان خاطر تقدم لجوء في كندا لازم تبقى متواجد داخل كندا بشكل رسمي، او تبقى على الاراضي الكنديه بفيزا سياحه او ترانزيت او دراسه، او تكون في الولايات المتحده الامريكيه وتقدر توصل للحدود الكنديه الامريكيه. وبمجرد ما تبقى داخل الارض او على الحدود من حقك تسال على ضابط الهجره والجوازات وتقدم لجوء. تعال بقى اقول لك على حقوقك بعد اللجوء. بعد ما بتقدم على اللجوء في كندا الدولة بتدي لك مساعدات كتير، ودي حاجة كويسة جدا. أول حاجة الدولة بتوفرها لك هو السكن، والسكن بتاعك بيكون عبارة عن فندق أو مع أسرة، والدولة بتدفع الإيجار لمدة سنة أو 2 لحد ما أنت تزهق من الإيجار دوت وعايز تشوف مكان تاني، أو ربنا كرمك ولقيت شغل وعايز تنتقل من مكان لمكان. ففي الحالة دي أنت هتوفر السكن لنفسك، والدولة مش هتدفع لك حق السكن تاني، وكده تبقى انت سبت السكن والدولة كانت بتوفر لك السكن. الخطوة رقم 2 في كندا، لما بتقدم على لجوء الدولة بتفتح لك كشف حساب وبتنزل لك فيه كل شهر $350 كندي كماني بوكيت عشان تصرف منهم لو انت محتاج حاجة لحد ما تاخد تصريح العمل وتلاقي شغل. نتكلم بقى عن التأمين الصحي في كندا، وده حاجة مهمة جدا، لأن التأمين الصحي في أي دولة أوروبية أو أمريكية بيكون غالي جدا، ولو تعبت وما عندكش تأمين صحي مش هتقدر تروح للدكتور، لأنه بيبقى كشف الدكتور غالي، وفي ناس بتتعب وما بترضاش تروح للدكتور علشان خاطر زيارة الدكتور بتبقى مكلفة جدا. لكن كندا بتوفر لك التأمين الصحي، حتى علاج الأسنان اللي هو غالي جدا في كل دول العالم وخصوصا في كندا وامريكا. تقدر ان انت تعالج اسنانك او تعمل فيها تجميل او تعمل حشو او تعمل علاج اعصاب مجانا على نفقة الدولة لما بتكون مقدم على اللجوء. نيجي بقى لحتة التعليم، ودي مهمة جدا. ولو ما عندكش لغة خالص كندا بتوفر لك معهد لغة لمدة 6 شهور على حساب الدولة تتعلم فيه انجليش، وبعد ما تتعلم الانجليش تقدر ان انت تدرس سنة في الهاي سكول وتعمل معادلة للشهادة بتاعتك، وبعد ما تعادل الشهادة بتاعتك بالمواد اللي انت ما درستهاش في بلدك تقدر ان انت تقدم على الجامعة وتاخد قرض من الدولة وتدفع مصاريف الجامعة. مش بس كده، انت بتتعامل زيك زي الطالب المحلي لانك لاجئ وبتاخد معونات من الدولة، مش طالب دولي، لان الطالب الدولي بيدفع مصاريف عالية جدا علشان خاطر يدرس في كندا، اما الطالب المحلي او المواطن فبيدفع بدعم. نيجي بقى للي بعد كده وهو الاولاد والزوجة. لو عندك اولاد وزوجة وانت مقدم على اللجوء الدولة بتدي لك مساعدات وبتدي لك دعم على الاولاد، وبتدي لك على كل طفل تقريبا من 600 ل $700 شهريا، وعلى الزوجة تقريبا برضو من 600 ل $700 علشان خاطر لو هي ربة منزل او لو هي بترعى الاولاد فبتقدم على حاجة اسمها الولفير. مش بس كده، بعد ما بتقدم على اللجوء في كندا بتقعد تقريبا 6 شهور وبتحصل على الورك بيرميت اللي هو تصريح العمل، اللي هو تقدر توفر اللي هو بيه تقدر تقدم على الإقامة، اللي هو تقدر تقدم بيه على الرقم القومي وتقدر تتعامل في كندا زيك زي أي مواطن بالرقم القومي أو بتصريح العمل، مفيش أي مشكلة. وبعد سنة بيبقى عندك محكمة وبتقابل القاضي وبيوافق لك على اللجوء وبتاخد الإقامة الدايمة في كندا، وبعد 5 سنين بتقدم على الجنسية وبتخش تعمل امتحان في الجنسية، وكده يبقى انت بقيت مواطن كندي. كل اللي عليك ان انت تيجي كندا بفيزا سياحة ترانزيت او دراسة، او لو مفيش فيزا خالص وانت في الولايات المتحدة الامريكية تقدر ان انت تاخد باص من ولاية نيويورك
وتوصل على مدينة نياجرا فولز، وهتلاقي المعبر اللي في ظهري دوت. تقدر تسأل على ضابط الهجرة والجوازات وتقول له انك انت عايز تقدم على اللجوء. وكده ابقى خلصت فيديو اليوم. وما تنساش تدعموني بلايك وتعملوا لي شير وتعملوا سبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.